قبل ما نبدأ الفيلم عايزة أوضح إنه مستوحى من قصة حقيقية حصلت أحداثها بالفعل سنة 2011 في بنسلفانيا، وإنه مأخوذ من قصة حياة لاتويا إيمونز، وإن البيت اللي كان السبب في كل الأحداث اللي هتحصل دي فضل بدون سكان وتم هدمه سنة 2016. ولحد النهاردة الناس بتبلغ عن أحداث غريبة في محيط البيت ده، من ناس بتشوف أشباح وناس بتتقتل كمان بدون أي أسباب واضحة. بتبدأ القصة بالطفل أندريه اللي بيكون راسم على الحيطة رسمة ومنبهر بيها جدا، وبينادي لمامته عشان تشوفها، ومامته بتكون فرحانة بيه وبتشجعه. وبنعرف إن أندريه ومامته إيبوني وإخواته نات وشانتي لسه ناقلين في البيت ده جديد. بعدها بنشوف إيبوني ومامتها ألبرتا اللي بتنتقد إيبوني طول الوقت، وإيبوني بتكون متعصبة لدرجة إنها بتضرب ابنها أندريه وبتعوره عشان بيقول لها إنه عايز لبن، فهي بتقول له إنه عنده حساسية من اللاكتوز، لكنه بيرد عليها وبيقول لها إحنا ما رحناش أصلا للدكتور عشان نتأكد من ده، وبيقول لها إن هي بخيلة، فبتضربه وبعدها بتحس بالذنب وبتتأسف له. وفي الوقت ده بيسألها أندريه عن أبوه وبيسألها هيرجع إمتى، وهي ما بتردش عليه. بعدها شانتي بنتها كمان أول ما بتطلع الأوضة بتكلم أبوها وبتقول له يرجع لأن أمها بتتصرف بطريقة غريبة معاهم. وبنعرف إن إيبوني مدمنة كحول وبتحاول تبطل، وعشان كده تصرفاتها غريبة. بعدها إيبوني بتكون شغالة، وفي أثناء ما هي قاعدة تشتغل بتلاقي دبان كتير جدا داخل من باب البدروم، ومش بتهتم قوي وبتقفل باب البدروم وبتكمل شغل. وبالليل بيقوم أندريه من ورا مامته وبيشرب لبن كتير جدا من التلاجة وبيوقع على نفسه على الأرض، وهو بيشرب بيلاقي حاجة وقعت بره البيت، وبيخرج يشوف ده ايه وبيلاقي غراب مقتول. وتاني يوم بيكونوا شانتي ونات وأندريه رايحين المدرسة، وفي عيال بيتنمروا عليهم وبيضربوا نات بطوبة في دماغه وبتعوره. وفي البيت بتكون إيبوني بتتكلم في التليفون، وفجأة بتلاقي إزازة كحول وفلوس في الدولاب بتاع نات، وبتكون مفكراه بيشرب. وفي الوقت ده بيكونوا راجعين من المدرسة وبتسأل نات عن الإزازة، لكنه بيقول لها إنه مخبيها منها عشان ما تشربش تاني. وبتشوف إيبوني هدوم نات كلها دم وبتسألهم مين اللي عمل كده وبيقولوا لها، فبتروح تضرب جمال اللي ضربه وبتقول لهم ابعدوا عن ولادي والا هوريكم. وامها بتكون خايفه انها تدخل السجن تاني بسبب تصرفاتها الغير محسوبه دي. وبترجع ايبوني البيت وبتقعد مع امها، وبنعرف ان البرتا هي السبب في انها بقت مدمنه كحول، وانها بتتعامل مع اولادها بالغرابه والقسوه دي. وبتتخانق ايبوني مع البرتا وبتسيبها وبتمشي. بعدها بنشوف ان اندريه بيكلم نفسه كانه بيكلم شخص تاني وبيعمل معاه حوار، وفي الوقت ده امه بتزعق له وبتقول له يبطل يكلم نفسه تاني. وبالليل بتقول ايبوني لشانتي انها عايزه تعمل لها حفله عشان عيد ميلادها، وبتقول لها كمان ان ابوها يجي في الحفله دي. فبتقول لها شانتي وبالنسبه للموبايل اللي وعدتيني بيه، فبتتريق عليها ايبوني وبتقول لها ستيف جوبز مش هيبطل يعمل موبايلات يعني. فبتتضايق شانتي وبتسيبهم وتطلع اوضتها وبتقول انها زهقت من انهم على طول مفلسين. وبالليل بينزل أندريه للبدروم لسبب مش مفهوم، لان المفروض ان البدروم مقفول وما فيهوش حاجه. وايبوني بتسمع اصوات لكنها لما بتبص من الشباك مش بتلاقي حاجه، لكنها بتتفاجئ ان باب البدروم مفتوح وبرده بيطلع دبان، فبتقفله وبتمشي. وتاني يوم بنشوف البرتا وهي بتلبس باروكه، وبنعرف بعدها ان عندها كانسر وبتاخد جلسات كيماوي. وبعد الجلسه بيقولوا لها في الاستقبال ان بقالها شهرين مش بتدفع، وبنعرف ان بنتها هي اللي بتدفع لها الجلسات دي. وفي الوقت ده بتحس البرتا بالذنب ناحيه ايبوني، لانها دايما بتنتقدها وشايفاها فاشله ومش بتعمل اي حاجه مفيده في حياتها. وبالليل في اثناء ما ايبوني نايمه بتحلم ان في حد معاها في الاوضه، واول ما بتقوم بتلاقي حد قفل عليها باب الاوضه فعلا، وبتنزل عشان تشوف مين لكنها مش بتلاقي حد، لكن برضه بتلاقي باب البدروم مفتوح وبيطلع دبان وبتقفله. ولما بتلف بتتخض لما بتلاقي نات في وشها وبيسألها عن فلوسه، فبتتخانق معاه وبتسأله انت بتجيب الفلوس دي منين، وبتكون مفكراه بيتاجر في المخدرات، لكنه بيقول لها ان ابوه اللي بيبعت له الفلوس دي عشان يمشي من المكان ده ويبعد عنها خالص. وفي الوقت ده بتضرب ايبوني نات بالقلم وبيقوم زقها فبتقع، وبتقوم عشان تضربه. وفي الوقت ده بيجي أندريه وبيقول لها ما تضربوش، فبيتزحلق هو كمان وبيقع عليه حاجه، فبيقول لها نات انه هيمشي ويسيب لها البيت. فبتطمن على أندريه اللي وقع، وبعدها بتروح لنات وبتحاول تصالحه وبتعتذر له وبتقول له ما يمشيش وانها محتاجه له معاها. وتاني يوم بيجيبوا حد يشوف ايه اللي في البدروم اللي مسبب كل الدبان ده، وبتطلع قطه ميته. وبتكون ايبوني مش معاها فلوس تحاسب الشركه اللي جت تنظف البدروم، فابنها بيقول لها ان هو اللي هيدفع. وفي الوقت ده بتيجي لإيبوني واحدة اسمها سينتيا، وبنعرف انها من مكتب خدمات الطفل من الخدمات الاجتماعية، وده لان ايبوني كانت مسجونة قبل كده بسبب العنف اللي بتمارسه مع اولادها بسبب ادمان الكحول. ولما سينتيا بتشوف الجروح والكدمات اللي في ايد شانتي واندريه بتقول لهم يقوموا عشان تتكلم مع ايبوني لوحدهم، وبتدي لشانتي كارت بتقول لها عشان تكلمها لو امهم عملت فيهم حاجة. فشانتي بتبص لايبوني لانها خايفة تاخد الكارت، لكن ايبوني بتقول لها تاخده. وبعدها بتقول سينتيا لايبوني ان ابوهم لو جه المحكمة وقال انك مدمنة مخدرات وكحول هياخد حضانة الاولاد، وان الشرط الوحيد عشان تفضل محتفظه بالحضانه ان سينتيا تكون بتراقب حاله الاولاد وبتهددها في الوقت ده وبتمشي. وبتخرج ايبوني والبرتا وبيشوفوا واحده غريبه قاعده في عربيه وبتراقبهم، ومش بيكونوا عارفين مين دي، لكن بيتوقعوا انها مع سينتيا من مكتب خدمات الطفل.
وتاني يوم بيكون عيد ميلاد شانتيه وبتعمل لها ايبوني الحفلة وكمان بتجيب لها الموبايل اللي كان نفسها فيه، وبتكون شانتيه مبسوطة جدا. وبعد شوية بتقول ايبوني لاندري انه لازم ينام لان الوقت اتأخر وبتقومه. وبعد شوية بتلاقي ان حد بيخبط باب البدروم من جوه، ولما بتفتح الباب بتتفاجئ باندري واللي بيكون شكله كأنه فاقد الوعي، وبتفوقه ايبوني وبتسأله كنت بتعمل ايه في البدروم، فبيقول لها انه كان بيتكلم مع تري. وبتسأله ايبوني مين تري ده، فبيقول لها ان تري ده بيعيش في الثقب اللي في البدروم واحيانا بيعيش في الدولاب بتاعه وانه بيجيله وبيتكلم معاه على طول. وبتكون ايبوني مش فاهمه ابنها بيتكلم عن ايه بالظبط ومين تري ده، وبتلاقي ان حرارته مرتفعه وبتفكر ان دي تخاريف بسبب الحراره، وبتنيمه في السرير وبتعمل له كمادات. وبترجع ايبوني للحفله وبتسكر، وبعدها بتتفاجئ باندري قدامها مره تانية واللي بيقول لها انه خايف، لكنها بتزعق له وبتقول له يطلع اوضته. وبالليل وهم نايمين بيسمعوا اصوات خبط ورزع، وبتقوم ايبوني تشوف ده ايه، وفجاه بينادوا كلهم على البرتا اللي بتدخل وبتلاقي شانتيه ونات واندري مرعوبين من الخوف، وبيقولوا ان ايبوني خبطتهم في الحيطه لدرجه ان الحيطه اتكسرت. وايبوني بيكون شكلها غريب وبتقول انها ما عملتش حاجه وبتعيط، وهم بيكونوا مفكرين ان كل ده حصل بسبب انها كانت سكرانه. بعدها البرتا بتاخد الولاد عشان توصلهم المدرسه وبتمشي، وهم في العربيه بيشوف اندري الست اللي كانت بتراقبهم عند البيت قبل كده ماشيه وراهم بعربيه وبيبص لها بصات غريبه جدا. وفي نفس الوقت بتكون ايبوني في البيت واقفه قدام الحيطه المكسوره ومش فاهمه اللي حصل ده حصل ازاي. وبنرجع للمدرسه وبنشوف شانتيه ونات واندري بيتصرفوا بغرابه جدا مع المدرسين. بنشوف نات اللي بيضحك بهستيريا على كلام المدرسه بتاعته، واندري اللي بيعمل تويلت في وسط الفصل، وكمان شانتيه اللي بتتصرف بغرابه مع اصحابها في الكورال لدرجه ان هم كلهم بيسيبوها وبيمشوا. وفي الوقت ده بيودوهم المستشفى عشان يعملوا لهم فحص جسدي ونفسي، وبيتصلوا بايبوني والبرتا. وفي المستشفى بيكون اندري مع محلله نفسيه بتوريه صور يقول بتعبر عن ايه، ولما بيشوف صوره غراب بيقول عليه تري، وده الشخص اللي بيكلمه وامه اتخانقت معاه بسبب انه بيكلم نفسه قبل كده. وبتقعد الدكتوره المسؤوله مع ايبوني والبرتا وبتقول ان الفحص والتقييم النفسي ما ظهرش فيهم اي حاجه مش طبيعيه، لكن ايبوني بتتخانق مع الدكتوره وبتقول لها ازاي اندري ياكل البراز بتاعه وتقولي ان ما فيش مشكله عندهم. فبتسالها الطبيبه المسؤوله عن الكدمات اللي في جسم ولادها وانهم اكيد اتعرضوا لضغط نفسي هو السبب في تصرفاتهم دي. فبتسكت ايبوني طبعا لانها السبب في كل ده وما بتعرفش ترد وبتاخدهم وبتمشي. وفي اثناء ما ايبوني والبرتا ماشيين بتقول لها البرتا تعترف ان عندها مشكله وانها لو فضلت تضرب الاولاد هي بنفسها اللي هتسلمها. وبترد عليها ايبوني وبتقول لها انها عمرها ما سلمتها رغم اللي كانت بتعمله فيها. وبنعرف في الوقت ده ان سبب من اسباب الضغط النفسي اللي بتتعرض له ايبوني هو بسبب تعامل البرتا معاها من زمان، وبتشتمها وبتاخد ولادها وبتمشي. وبيرجعوا للبيت وبيكون اندري في البانيو وبيجي تليفون لايبوني وبتروح ترد عليه وبتكمل خناق مع البرتا. وبترجع لاندري مره تانية وبتتفاجئ ان اخوه نات بيغطسه في البانيو وعايز يموته، وهي مش عارفه تخليه يسيبه ازاي وبتنادي على البرتا عشان تساعدها. واخيرا بتقدر تبعد نات عن اندري، ونات كانه مش واعي ومش بيكون فاهم هو ازاي عمل كده في اخوه وعمال يعيط. وتاني يوم بتيجي سينتيا عشان تشوف الامور ماشيه ازاي، وايبوني بتكون مش عايزاها تدخل وبتزق سينتيا الباب بقوه وبتدخل. وبتقول ايبوني لسينتيا انها خايفه على الولاد ومش بتوديهم المدرسه، وان البيت ده فيه حاجه هي مش فاهمه ده ايه، بس هي خايفه وبتسمع اصوات. وبتقول كمان انها سمعت اندري في الدولاب بيتكلم لغه غريبه وبيقول ان تري قال له ينتحر، وطبعا سينتيا مش بتكون مصدقه اي حاجه من الكلام ده. وبتقول ايبوني لسينتيا انت مش فاهمه حاجه عشان ما عندكيش ولاد. فبتقول لها ان كان عندها طفل عنده 7 سنين وانها دورت وشها بس ثانيتين عنه وجات عربيه خبطته ومات. وفي الوقت ده بتعيط سينتيا وبتكون متاثره جدا. وبتنزل البرتا في الوقت ده وفي ايدها مضرب، فسينتيا بتقول لهم انها مش هتسيبها هي وامها، وانها متاكده انهم بيمارسوا العنف مع الاولاد، وبتصورهم وبتمشي. وبتكون نفس الست الغريبه دي لسه موجوده وبتراقبهم. بعدها بتروح البرتا لوحدها في الكنيسه وبتحكي لها اللي بيحصل للاطفال، وانهم بيكونوا في حاله زي غيبوبه، ولما بيفوقوا مش بيكونوا فاكرين كل اللي عملوه، وان في شيء شرير في البيت ده. وبتقول لها ان هي مش عارفه تتصرف ازاي، لكنها للاسف مش بتساعدها، وبتقول لها تشوف كنيسه تانية ممكن تساعدها في الامر ده. وبعدها بنشوف ايبوني اللي بتكون خارجه من بار، وبتيجي الست اللي بتراقبهم وبتقول لها ان ولادك تعبانين وفيهم روح شريره، وبتقعد معاها وبتقول لها انها من المرسلين وانها جايه عشان تساعدها. وبتوريها صوره عيله جانيل وايمن وولادهم اللي كانوا عايشين في نفس البيت بتاعها ده من 20 سنه، وانهم جم من منفيس سنه 1993، وفجاه ابنهم بقى يحصل له حاجات غريبه، وفي الوقت ده لجأوا ليها وكان لازم تطرد الشيطان اللي عليه وتعمل الخلاص. وبتقول لها انها بقوه ربنا هتقدر تبعد الشياطين دي. وبتقول لها كمان انها اول ما دخلت البيت ده شمت فيه ريحه الموت، وانها عمرها ما شافت قوه شيطانيه ضخمه كده. وفي الوقت ده بتفتكر ايبوني تري اللي دايما اندري بيكلمها عنه،
وبتقول لها ايبوني ان ابنها عنده صديق خيالي اسمه تري، فبتقول لها بيرنس انه مش صديق خيالي، ده هو ده الشيطان. وبتقول لها كمان ان الشيطان ده عايز ابنها، وانها لما فشلت انها تخلص تري زمان فضلت روح الشيطان ده في البيت منتظره وصول طفل بريء تاني، والطفل ده هو اندري. فبتقول لها ايبوني بطلي هبل وبعدي عننا، وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون البرتا في البيت وبتسمع اصوات غريبه، وبتنزل تشوف مصدر الصوت ايه، وفجاه بيجي حد وبيضربها. ولما بترجع ايبوني بتلاقي انذار الحريق شغال، وبتلاقي امها ميته، وبيكونوا كلهم مصدومين ومش فاهمين كل ده حصل ازاي. وبتيجي سينتيا وبتصور البيت واللي حصل فيه، وبنعرف بعدها ان شانتيه هي اللي كلمت سينتيا عشان تساعدهم. بعدها ايبوني هي وشانتيه ونات واندري بيكونوا في العربيه، وفجاه وهم ماشيين اندري بيخبط راسه في كنبه العربيه بشكل هستيري، وفجاه شكل عينيه بيتغير وبيقول لايبوني انتي السبب في موت امك، وبيفضل يكررها كتير. واول ما بتشوف ايبوني منظره بتصرخ وبتفقد السيطره على العربيه، وبيكونوا هيعملوا حادثه بس بينجوا على اخر لحظه. بعدها بتوقف ايبوني العربيه وبتنزل وبتدخل مكان وبتطلب منهم يساعدوها لان في حاجه بتقتل ولادها. ولما الناس بتخرج معاها بيلاقوا ان ولادها كويسين وكانوا نايمين ومش فاهمين الناس بيتكلموا عن ايه اصلا. بعد كده بنشوف ان في تحقيق مع ايبوني وبيسالوها اسئله تخصها وتخص ولادها، وهل بتشرب كحوليات او بتاخد اي مخدرات، وبتسالها لو حست بتهديد في اماكن مألوفه ليها او سمعت اي اصوات غريبه، وبتجاوبها ايبوني بايوه على كل الاسئله، وبتكون مصدومه وبتعيط. بعدها بتيجي سينتيا وبتقول لايبوني ان ده افضل حل ليها انها تدخل مصحه عقليه وياخدوا الاولاد لبيت تابع للكنيسه. وبنشوف بعدها ان ايبوني راحت للكنيسه وقابلت بيرنس اللي قالت لها على الشيطان، وبتسالها انت اشمعنى اخترتينا احنا بالذات. فبتقول لها بيرنس ان الروح القديمه دي هي اللي اختارتك، وان لوسيفر اللي هو الشيطان نفسه لما اتطرد من الجنه تبعته تلت الملائكه، وان الملائكه دول بقوا شياطين، وواحد منهم وصل لاندري وبيتحكم من خلاله في باقي اخواته. وبتقول لها بيرنس ان الشيطان ده عايز اندري وعايز كل اللي في البيت يموتوا، وده لانك ضعيفه وبعيده عن ربنا، فالشيطان عرف يلاقي طريق للوصول ليكي، فاحنا دورنا ان احنا نقويكي عشان تقدري تتغلبي على الشيطان ده. وبنرجع للمستشفى وبنشوف ان اندري حالته وحشه جدا وعنده تشنجات وبيطلع حاجات من بقه، والدكتوره بتقول لسينتيا انه من شويه كان بيتكلم لغه غريبه، وفجاه بيقوم يقعد وبيبرق لهم. وبتكون ايبوني لسه قاعده مع بيرنس اللي بتقول لها انها لازم تكون حاسه بكل حاجه مش مجرد كلام بس عشان تقدر تتغلب على الشيطان، وبيقعدوا يصلوا. وفي المستشفى بنشوف انهم مربطين اندري من ايديه ورجليه، وبتيجي سينتيا وبيقول لها ان جوليان بيحب يشوفها وهي نايمه، فبتستغرب سينتيا وبتقول له انت ازاي عرفت ان كان عندي ابن. وبتساله سينتيا مامتك هي اللي قالت لك كده؟ فبيقول لها اندري ان امه ميته وان مفيش ربنا. فبتستغرب سينتيا وبتقول له انت ليه بتقول كده يا اندري؟ فصوته بيتغير وبيقول لها انا ما اسميش اندري يا غبيه. ولما بتساله انت مين بيضحك وبيقول لها فكيني وانا اقول لك انا مين. وبيبان وقتها على سينتيا الخوف، وفجاه بيفك اندري نفسه بينط من على السرير وبيكون شكله مخيف وبيمشي على الحيطه لحد ما بيوصل للسقف، وبتكون سينتيا مرعوبه جدا منه. بعدها الدكتور في المستشفى بيقول لسينتيا تهدى وان اكيد اللي حصل ده ليه تفسير منطقي، فبتقول له سينتيا هو ايه المنطقي في كل اللي بيحصل ده، وبيروحوا عشان يشوفوا اندري. وفي الوقت ده بتيجي ايبوني وبتطلع مركز تشرشل للصحه النفسيه اللي اندري فيه، وبنشوف انها لابسه لبس ممرضات، وبتدخل لاندري وبتفك الاجهزه عنه، وبيجي الدكتور ولكنه مش بيلاقي اندري في الاوضه. وفي الوقت ده بتكون هربت ايبوني باندري ومعاها بيرنس، وبيروحوا المكان وبيكون اندري نايم في الوقت ده. وبيرنس بتحذر ايبوني وبتقول لها انهم قبل ما يبداوا اي كلام اندري هيقوله ما تسمعوش، لانه هيلعب بعقلك ومشاعرك، وكمان هياخد شكل الناس اللي بتحبيهم، وبيبداوا عمليه الخلاص. وبتقول بيرنس لايبوني ارجعي لورا، وبتبدا تحط ايدها على راس اندري وبترش عليه حاجات، وفي الوقت ده شكله بيتغير وبياخد شكل امها اللي بيقول لها فكيني، وبيكون جسمه بيطلع دخان. وبعدها بتفضل تشتم فيهم، وبتقول لها بيرنس انها تسقط كل القلاع عن اندري جاكسون وعائله جاكسون، وهنكسر القيود القانونيه للروح الشيطانيه دي. وفي نفس الوقت ده بنشوف نات اللي بيرجع وبعدها بيصوت وبيطلع دخان من بقه، وكمان شانتيه بيكون شكلها غريب. وفي نفس الوقت اندري بيفك قيوده وبيقع على الارض وبيتحرك وبيضحك بشكل هستيري. وفجاه بتيجي رياح شديده جدا، وبيقول لها الشخص اللي في جسم اندري ده قلتلك ما تلعبيش معايا. وبتقول بيرنس لايبوني تطلع فوق لحد ما كل ده يخلص. وبيفضل اندري يتشكل في اشكال غريبه، وصوته بيكون غريب ومخيف، وبيشتم وبيقول لها انت مش هتعرفي تنقذي اندري مهما حصل. وبيقوم يقعد وبيبص لها، وفجاه بيختفي. وبعدها بيجي حاجه مش مرئيه وبتمسك بيرنس من رقبتها بتخنقها وبيرفعها لفوق، وبيقوم راميها في الارض، وبعدها بيشدها من شعرها ويسحبها ويخبطها في الازاز.
وبيقوم رافع جسمها لفوق وبيرميها على الارض مره تانية، وبيكون جسمها ووشها كله دم. وفي نفس الوقت ده بيكون نات جسمه كله دم وبيصرخ وبيقطع هدومه، وبتكون شانتيه كمان مبرقه ووشها عليه دم. وفي الوقت ده بتنزل ايبوني اللي بتشوف منظر بيرنس وبتتخض، وبتقول لاندريه او للشيطان اللي متخفي فيه ابعد عن ابني. وفجاه اندريه بيقول لها هو في ايه يا ماما، انا ايه اللي بيحصل لي؟ وبتكون ايبوني مش عارفه تميز هو ده ابنها فعلا ولا الشيطان. وفجاه بيختفي اندريه، وبيرنس بتقول لايبوني انا خلاص بموت لاني خفت برضه وشكيت في قدرتي على التخلص من الشيطان. وبتقول لها انت هتقدري تخلصي عليه ومش هتخافي، وبتديها ازازه صغيره. وفي الوقت ده بتموت بيرنس، وبتبدا ايبوني تدور على اندريه او الشيطان اللي فيه عشان تخلص منه. وبتنزل ايبوني للبدروم وبتلاقي اندريه اللي بيقول لها ساعديني يا ماما. وفجاه شكله بيتغير وصوته بيتغير، وبترش عليه ايبوني من الازازه اللي ادتها لها بيرنس، فبيشتمها وبيشدها من شعرها وبيقول لها هوريكي، وبيغير شكله وبيكون نسخه من ايبوني، وبيقول لها انا هخلص عليكم كلكم، وبيوقعها على الارض وبيخنقها. وفجاه بيختفي، وبتلاقي ايبوني نفسها لوحدها وبتكون مرعوبه وبتعيط. وبتقف ايبوني وبتبص حواليها عشان تشوفه، وفجاه بيظهر لها تاني بنفس هيئتها وبيرميها على الارض. وبنشوف ايبوني وهي عماله تصرخ وجسمها كانه بيتكسر وبتعمل حركات غريبه وعماله تخبط راسها في الارض، واللي واخد شكلها واقف يتفرج عليها وهي بتموت. وفي الوقت ده بتطلب ايبوني ان ربنا يساعدها، والشيطان اللي واخد شكلها بيدوس عليها وبيخنقها. وفي اللحظه دي ايبوني بتكون بتموت خلاص، وبيجي لها ذكريات ليها مع اولادها وعيلتها وقد ايه كانت مبسوطه معاهم. وفجاه كأن روحها بترجع لها مره تانية، وبتقوم تقف وبتواجه الشيطان وبتقول له رجع لي ابني تاني. فالشيطان بيقول لها انت مفيش حد بيحبك، ولا ابنك ولا جوزك اللي سابك وسافر، ولا امك. وطبعا الشيطان بيعمل كل ده عشان تفقد الثقة في نفسها وتضعف وما تقدرش تسيطر عليه. لكن ايبوني بيكون عندها ايمان وبتطلب من ربنا يساعدها تخلص على الشيطان، وبيبدأ الشيطان يتوسل ليها انها ما تعملش كده. ولكن فجأة بتبدأ تقول كلام غريب مش مفهوم، ونات وشانتيه في نفس الوقت ده بيكونوا عمالين يعملوا جروح في جسمهم، والشيطان بيكون عمال يصرخ ويبعد. وفجأة المكان اللي هي فيه كل الشبابيك بتتكسر، وفجأة الشيطان بيتحرق، وفي اثناء ما النار ماسكة فيه بيتفتح حفرة في الارض بتسحبه وبتتقفل لوحدها. وبنشوف ان ايمان ايبوني انقذها وانقذ ابنها، وكمان رجع الشيطان لمكانه الاصلي. وبنشوف في الوقت ده ان نات وشانتيه بداوا يفوقوا، وايبوني بتكون فقدت الوعي، ولما بتفوق بيكون كل جسمها جروح وكدمات. وبتدور على اندريه واللي بتلاقيه فعلا على الارض وبيكون نايم، وبتحضنه وبيمسك ايديها. وبعد كل الاحداث دي بترجع ايبوني عشان تلم حاجتها من البيت، وبيكون وشها كله جروح بسبب اللي حصل. وبتجيلها سينتيا وبتقول لها ان المعركه هتكون صعبه، وبنعرف في الوقت ده انهم اخدوا اولادها منها. وبتقول لها سينتيا انهم مش فاكرين اي حاجه من اللي حصل، وانها هتحاول تكلم القاضي، لكن المشكله انها عندها سجل اجرامي. وبتقول لها ايبوني انها ترجع فيلادلفيا تعيش مع عمتها لحد ما تقدر تجيب بيت للولاد، وان لو ربنا عايزهم يرجعوا لها هيرجعوا مهما حصل. وبتقول لها سينتيا يا ريتني عندي ايمان زيك. فبتقول لها ايبوني ان كلنا عندنا ايمان، لكن لو دورنا عليه جوانا. وبعد 6 شهور من كل الاحداث دي بتتلقى محكمه القاصرين عريضه من قسم خدمات الطفل، وبتستعيد ايبوني اطفالها اخيرا، وبتاخدهم وبترجع فيلادلفيا، وبتقول لهم انها كمان كلمت ابوهم وهيحلوا المشاكل اللي بينهم وهيرجعوا لبعض. وبنشوف ان ايماننا بربنا هو حل لكل المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا. وبكده بتنتهي قصه حياه لاتويا ايمونز، لكن قصه البيت اللي كانوا عايشين فيه ما انتهتش لحد دلوقتي. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب عشان عيله افلامنجيه تكبر بيكم. اشوفكم الفيلم الجاي.